السلام عليكم. اللي ما شايفني سابقا يعرفني، وياكم صلاح نوري المدرب الدولي للشطرنج. راح أشرح على كم نقطة بهذا الفيديو إن شاء الله بالفائدة للجميع على التدريب، وعلى دائما الأسئلة تكون على حساب النقلات وإيجاد النقلة الصح. فكو فد مقولة أو فد مبدأ إذا طبق اللاعب ممكن إنه ما يخسر أي دست أو يعني يكسب أو يتعادل. أكثر اللاعبين يراسلوني خاص أو ألتقي بيهم أو حتى تعليقات على الفيديوهات إنه يسأل على التدريب. فالبعض يعتقد إنه التدريب عبارة عن كذا محاضرة، 6 محاضرات 10 محاضرات أو لمدة شهر شهرين. وهو مثلا لاعب، أنا أحكي على المبتدئ اللي هسه متعلم شطرنج مهما كان عمره، حتى لو 15 سنة 20 سنة 30 سنة. الشطرنج هو بناء، والشطرنج علم. يعني اللي يريد يصير مهندس يعني يدخل كلية الهندسة 4 سنين، وبعدها الخبرة يلا نقدر نقول عليه هذا مهندس، وليس شيء نظري انه ماخذ شهادة الهندسة ما تفيد هاي بالاعمال، انه حتى بعد الدراسة انه لازم انه ينفذ ما تم دراسته. فانا الفكرة من عندها مو لان انا مدرب او دا اسعى انه دا اسوي فد اعلان للتدريب، بس حتى اللاعب لا يكون يعني ينصدم بالواقع الحال. انه انا جيت تعلمت شطرنج، عندي تدرج، حصلت على اللايتشيس مثلا مو بطولات دوليه 2200 وصعد ل 2300، يعني يعتقد انه كذا محاضره راح يعني يصعد عنده الليفل صعود مو طبيعي، اما كان كلهم صاروا ابطال. فاني والله نصيحتي للاعب على مود لا ينصدم بالواقع، انه مجرد انه لا يستعجل التطور. انا راح احكي على مستوى العراق. افضل اللاعبين بالعراق أول ما برزوا أي لاعب كان شاب ناشئ أو حتى متقدم، خلال أول سنتين وممكن حتى 3 سنين هو مجرد لاعب عادي. يعني بعدها يلا بينت الجهد مالته مال التدريب، بعد السنتين و3 سنين يلا قام ينافس ويحقق لنا إنجازات. يعني أول سنتين يعني ممكن أي لاعب يغلبه، أي بطولة يدخل بيها ما ينافس. ها من باب آخر. النقطة الثانية اللي راح أحكي عليها إن شاء الله تفيد اللاعبين، إيجاد النقلة الصح وحساب النقلات. هذا من الأسئلة المتكررة، وإحنا كنا نسأل هذا السؤال نفسنا، نبحث على هذا الشيء. صراحة ماكو كتاب معين محدد يحكي على هاي النقطة ككتاب كامل، بس بعض الكتب تتطرق لها بجزء أو جزئين. أنا من أقدر ألقي النقلة الصح صراحة، وهذا المبدأ عام يقدر أي لاعب يكسب جميع الدسود أو أقل شيء يتعادل، إنه تلعب أفضل نقلة في كل موقف، تلعب أفضل نقلة. هذا مبدأ أكيد ما راح يخليك تخسر أي جيم. بس يا ترى هل هو هذا بالسهولة؟ شلون أنا ألقي أفضل نقلة؟ هم يعني إذا أنا لاعب جديد بعدني ما أعرف شنو المبادئ، شنو أعرف شنو أسس الشطرنج، ما راح أقدر ألعب نقلة جيدة، لأن دائما النقلة الجيدة هي مطابقة للمبادئ. الشطرنج عبارة عن 64 مربع، بس مو كل المربعات هي بها النقلة الصح. مثلا أنا إذا أعرف المركز اللي هو الإي 4 إي 5 دي 4 دي 5، أعرف هذا المركز أو مكان مهم. أعرف العمود المفتوح مهما كان العمود، من الأي للإتش، العمود المفتوح الرخ تشتغل عليه فعالة. مثلا أعرف الفيل فعال على الوتر المفتوح، فإذا ما أخليه على وتر مسدود. أعرف الفرس بحافة الرقعة أو الخطوط الأولى أو المتقدمة كلش ممكن يكون مدى غير كافي، إذا أنا أعرف بيه ضعيف. أعرف مثلا الفيل من يقعد في مكان يسموه الهول أو الفسحة، أعرف هذا شيء جيد. أمان الملك، البيادق الضعيفة. فمن أعرف هاي النقاط أنا على ضوءها أقدر ألعب نقلة سريعة أو نقلة وحدة صح. يعني أنا دائما أقول إنه على اللاعب المبتدئ أول شيء خليه يلعب النقلة الأولى صح، على شرط إنه ما قطعة مطلوبة عنده ويتم أسرها، ولا يلعب نقلة بالمباشر تسقط هاي القطعة، أو مثلا كش وتسقط، أو تهديد مزدوج على قطعتين وتسقط. هذا هم يسبب مشاكل. فأنا على اللاعب المبتدئ أول خطوة إليه بعد ما يتعلم المبادئ ويتعلم المفاهيم الشطرنج انه يلعب نقله واحده صح، هذا جدا كافي. زين شلون اني احسب نقلات؟ انا اذا قريت المبادئ ودا العب مدى اخطا نقله واحده واريد احسب نقلتين 3 4، هاي تعتمد على الامكانيه الشخصيه. كل انسان عنده تخيل، وممكن امكانيه التخيل ويعني النقلات اللي قدام اشوفها والصوره صحيحه عندي. زين انا شلون راح اطور هذا التخيل؟ ما يخاف، لانه اكو امكانيات، اكو انسان امكانيته عاليه، اكو امكانيته خلينا نقول متوسطه. اولا بكل بساطه بعد ما فهمت الشطرنج ودا العب ابدي احل مسائل، هاي جدا مهمه. اني اصحى اول شيء نقله نقلتين 3 4 واكو 5 و6 وفوق. اني كل ما اوصل للاربعه والخمسه دا احل صح، اذا قابليتي حساب النقلات دا تتطور عندي. بس تجي بالجيم يا ترى انا راح اعرف انه هنا اكو حسابات صحيحه. طبعا من ضمن مفاهيم النقله الصح لازم يسمون النقله الاجباريه.
اكو مثلا حساب كل كش وكل تكسير، هاي من جدا مهمات اللاعب، من ضمن حساباته للنقله لازم يخلي هذني بنظر الاعتبار. ايش عنده بعد مثلا شغلات القي نقلات ترابط القطع، كثير من عندنا نوبات قطع تلقيها متناثره، وبنفس الوقت مو معناها ترابط القطع انا اجيب قطعه واحده حميت لها 3 قطع، مثلا وزير ممكن يحمي بالوتر وبالعمود وبالصف، هذا هم راح يصير اوفرلود. اذا لازم يكون اكو حسابات يعني دقيقه. فانا انصح اللي يريد يطور حساباته يحل مسائل هوايه، ولازم يدرس شطرنج او يفهم على الاقل شنو الشطرنج. واتمنى هذه المعلومات تفيدكم، وشكرا جزيلا.